السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير. جمعة مباركة عليكم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اول حاجة المقدمة بس هي اللي في مطبخي، والنهاية هي اللي في مطبخي. بقيت الفيديو كله مش في مطبخي، في مطبخ الحاجة والدتي. احنا رحنا عندها، هي بتجمعنا من فترة للتانية، بس الفترة اللي فاتت ما كناش قادرين نتجمع عندها عشان اختي كانت تعبانة وكانت في المستشفى. فلما خرجت بالسلامة رحنا عندها كده يوم، بنروح يا الخميس يا الجمعة. فهي كانت متبلة الفراخ دي وشايلاها في التلاجة على ما احنا نروح تاني يوم عشان نعمل الغدا. فانا طلعتها كده من التلاجة من التتبيلة وحطيتها في الحلة زي ما انتم شايفين عشان هشوحها، وبعد كده احط عليها مية عشان اعمل شوربة. والبصل اللي في موجود في بقية اللي في الحلة في البولة ديت مش هرميه، هستخدمه في بقية الوصفة. هنا حطيت الفراخ تتشوح، ولما تتشوح طبعا بغلي لها مية علشان اضيفها عليها. جبت هنا البصلة بتاعتي ديت وهقطعها في الكبة عشان افرمها فرم ناعم مع الفلفل اللي موجود في الطبق دوت. وبعد كده عشان اخدهم عشان اعمل بيهم تعصيجة اللحمة، عشان هنعمل ايه؟ هنعمل جلاش باللحمة المفرومة، وهنعمل فضلة خير ربنا قلقاس والفراخ ورز معمر. غدوة كده جميلة في اللمة، بتبقى جميلة جدا جدا. كده خدت الحاجات بتاعتي وضربتها في الكبة، وبعد كده هنا الفراخ كانت اتشوحت. طبعا كنت غاليه لها مية في الحلة، وضفت المية المغلية على الفراخ. هحدق الشوربه بس، وبعد كده ايه؟ هاخد الفراخ لما تغلي واحطها في صينيه، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. هنا بقى عندي حطيت البصله وحطيت عليها شويه فلفل اسود وشويه سبع بهارات. طالما عند الحاجه يا جماعه ما بنعملش توابل كتير، لان هما مش بيحبوا التوابل كتير في الاكل. فحطيت شويه فلفل اسود وشويه سبع بهارات بس. وبعد كده شوحت البصله، وبعد كده هجيب اللحمه المفرومه بتاعتي واضيفها على البصله بتاعتي لحد ما تستوي او تتشوح وتستوي. هنا بقى بفرفطها كده زي ما انتم شايفين، واحط شويه ملح واحط شويه سبع بهارات وشويه ايه، فلفل اسود بس. وبعد كده احط لها طبعا شويه ميه ولحد ما تستوي، وبعد كده هشيلها زي ما انتم شايفين كده، هركنها على جنب واشتغل بقى في ايه، في حاجه تانية. جبت هنا عندي 3 طماطمات فرمتهم في الكبه برضو، وحطيتهم على البصل اللي كان فاضل من التتبيله بتاعه الفراخ، علشان انا بطلع الفراخ كده بعد ما خدت غلوة لسه ما استوتش. وهقوم جايه ضايفه الطماطم ببقيه البصل اللي احنا ما رميناهوش او ركناه، علشان وشويه طبعا بهارات بوصات، وهحطهم على الفراخ بتاعتي وادخلها في الفرن تكمل سواها علشان تبقى زي المشويه بالظبط. بس انا طبعا ما عملتش كده من الاول عشان انا كنت محتاجه شوربه. اذا كان للقلقاس وهم كده كده يعني بنحب الشوربه يعني، او الجماعه بيحبوا الشوربه في موجوده على السفره واحنا بناكل. هنا بقى نقصت الشوربه وحطيت فيها، لما غلت حطيت فيها القلقاس. طبعا الحاجه برضو مفرزاه، بتفرزه كده من موسم للموسم. والخضره هنا برضو مفرزاها، بصوا زي ما انتم شايفين مقطعاها ايه، قطع بتغسلها وتقطعها قطع كبيره كده، واحنا بنطلعها من الفريزر نفرمها في الكبه. وهنا حطيت عليها شويه توم وهفرمهم في الكبه، وبعد كده هنعملهم بحته سمنه كده. هنا هم خلاص هم فرمتهم، هركنهم بس شويه. وبعد كده جبت الرز بتاعي غسلته، وجبت هنا كيلو وربع لبن، وحطيت عليه معلقه ونص ملح، وحطيت شويه سكر، وهدوب ده كله مع بعضه مع طبعا معلقه سمنه كبيره وشويه زيت صغيرين، وحطيتهم هنا يسخنوا على البوتاجاز او يغلوا. بس انا طبعا عشان كنت مستعجله ما صبرتش عليهم لما يغلوا. دي الطريقه لما باجي اعمل رز معمر او رز مدسوس. ضفت بقى اللبن كده على الرز وهقلب بقى، وطبعا هدخله الفرن ايه، جنب الفراخ يكمل يعمل وش، وبعد كده يكمل سواه. بعد كده بقى نخش على حاجة تانية. طبعا الحاجة ربنا يديها الصحة ويخليها لنا، بتجمعنا كده من فترة للتانية، وطبعا دي بتبقى أحلى لمة وأحلى تجمع. ربنا ما يحرم حد من حبايبه ولا من تجمعاتهم أبدا أبدا أبدا. هنا جبت زبداية حطيت عليها شوية لبن، وجبت الصينية زي ما انتم شايفين، ودوت لفة جلاش أو نص جلاش. هاخد بقى منه طبقتين طبقتين كده، وهحط عليه من الخلطة اللي أنا عملتها ديت علشان تشريبة كده بسيطة، طبعا بحتة سمنة برضو فلاحي. وهشرب بقى الرقاق بتاعي، وباخد برضو طبقتين طبقتين واحطهم كده لحد ما ايه، اعمل نص الكمية. وبعد كده هحط التعصيجة بتاعت اللحمة المفرومة، وارجع احط بقية الكمية اللي باقية. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده كانت الشوكة مش نافعة، جبت معلقة عشان ايه، أ- اضيف بيها التشريبة بتاعتي. هنا بقى حطيت اللحمة اهو زي ما انتم شايفين،
هنفرد بقى كل اللحمه بتاعتي، وبعد كده هحط الطبقات اللي بتاعت الجلاش الباقيه، وبعد كده هسيب اخر واحده. وطبعا بحط التشريبه برضو، بكمل عادي بكل طبقتين بحط التشريبه. وبعد كده خلاص خلصت، قطعتها كده زي ما انتم شايفين. وطبعا اخر واحده بنسيبها ونقوم مدخلين الطرف من فوق لتحت، علشان ما يفيش اي لحمه او اي حاجه من العصاك بتاعنا يطلع. وبقطعتها زي ما انتم شايفين كده، وبقيه التشريبه لسه موجوده عندي. هقوم جايه ضيفاها على على وش الجلاش بتاعي، واقوم جايه مدخلاها الفرن برضو تحت الشوايه مع الفراخ ومع الرز بتاعي ياخدوا وش، وبعد كده نكمل سواهم. طريقة سهلة وبسيطة وأكلات معتادة. بس طبعا الأكلات في اللمة ديت بيبقى ليها شكل تاني ووضع تاني. القلقاس بقى احنا بنعمله كده، بنغلي الشوربة وبعد كده نحط القلقاس ياخد يستوي سوا كامل. وبعد كده بنقوم جايبين حتة سمنة كبيرة ونقوم مشوحين فيها أو مدجين فيها التوم مع الخضرة لون لحد ما تاخد لون ذهبي كده. التومة بتاعتي بتاخد لون ذهبي. وهنا خلاص كانت الفراخ اهيت زي ما انتم شايفين استوت وخدت لون جميل مشوي زي الشوي كده. وهنا خلاص الخضرة بتاعتي بالتومة خلاص تمام كده. ضفتها على وش القلقاس وبقلب كده. وبعد ما اقلب بقى هرجع اخد شويه من القلقاس دول زي ما انتم شايفين. بصوا اهو بقوم ضايفاهم في قلب تاني المقلايه او الطاسه اللي انا عملت فيها، واقوم مقلبه كده واقوم جايه ضايفاهم في قلب الحله تاني. دي طريقتنا يا جماعه اللي احنا متعودين عليها، او اللي والدتي ربنا يديها الصحه وطولة العمر هي معودانا عليها. الجلاش كمان خلاص استوى وخد لون اهو. بصوا بقى شكله، بصوا متورقه من جوه ازاي. وادي الرز بتاعنا استوى. وده كان غدانا اللي في لمتنا. ربنا ما يحرمنا من لمتنا ولا من حبايبنا كلنا يا رب. بصوا الرز شكله جميل ازاي، وادي القلقاس بتاعنا، وادي الفراخ، وادي الجلاش من قريب طبعا والله اهو. بصوا من قريب جميل جدا جدا جدا. بألف هنا وشفا يا رب. اتمنى يا حبايبي ان الفيديو البسيط بتاعنا النهارده يكون عجبكم، وشاركتي اليومي مع اهلي عجبكم ونال رضاكم. واشوفكم على خير في فيديو جديد. مع الف خير وسلامه.